ليس مجرد صيام عن طعام وشراب، بل هو صيام عن كل ما يؤذي النفس والآخرين، وفرصة للتوبة وبداية كل صفحة جديدة مليئة بالأمل. في الليالي يعلو صوت الدعاء وتضيء مساجدنا بالمصلين، وتزداد القلوب قريبا من الله. إنه شهر العطاء، شهر التسامح، شهر يشعر فيه الغني بالفقير، يتعلم الجميع معنى الصبر والشكر. رمضان قصة جميلة تتكرر كل عام، لكنها تترك في كل مرة أثر أعمق في قلوبنا. وفي هذا الشهر أكيد راح تكون متسلسلة معنا في أجمل سلسلة رمضانية. راح نسافر معاكم مع شهر الرحمة، شهر يقدم علينا بالفضل والنور، شهر مليء بالطاعات، فالفؤاد يرتوي من ورائه بالروح، والروح تسمو ويزدهر القلب بالإيمان والسكينة. فيا من حملت في أيامك الخير الذي لا يعد ولا يحصى من البركات، والليالي التي تنزل فيها الرحمات وتنفح فيها أبواب الجنة على المؤمنين. أهلا بك يا رمضان، أهلا يا شهر الصيام والقيام والسحر الذي يلهج بالدعاء، وتستجيب فيه الدعوات وتغفر فيه الذنوب وتعتق فيه الرقاب. رمضان يا من تنسج في ليالينا عبير الطاعات والصدقات والقيام وتلاوة وتوبة ونقاء وذكر وسعي وقيام لما يرضي الرحمن. فأقبل علينا بكل قلوبنا يا رمضان، وأهلة الفضل قد أضاءت، فاستعدت الأرواح لغسل ذنوبها وتطهر القلوب من كل هم وشقاء. أقبلنا بعد أيام قليلة بصيام وقيام على اعتكاف في مساجدنا وبيوتنا، وصدقاتنا حلت على الأيتام والمساكين، وزكاتنا نشرت بكل محبة وخير وإحسان، ليكون شهرنا شهر رضوان، شهر مغفرة، شهر رحمة، شهر عتق أرواحنا من النار. فيا رمضان يا من تفيض علينا ببركات بلا حساب، فتفتح قلوبنا وتعلو أرواحنا وتتوهج نفوسنا. أقبل علينا ونحن أحرص على أن نكون في لقائك ولقاء خالقنا بالغفران والرضوان. أهلا بك وبكل لياليك وبكل ثوانيك، أهلا يا رمضان.